سلسلة عطلات العراق اللي ما انتهت ولا راح تنتهي. اليوم جبت لكم عطل مهتلف نوعا ما، عطل ينافس ابو عليا وكوما عطلات. بنين المسوي اكبر اختلافية شفتها بحياتي، سوى كل شيء حتى تطلع ترند وما تفوت اي فرصة. حاليا احنا بشهر محرم الحرام، وبنين بعد محرم ما بادي بسم الله، يا دوب سمعت بيه راح يجي، واستلمت محرم دق فيديوهات والمراءات والاطميات وما فكت يا اخي ابد. يمكن باليوم تنزل 5 فيديوهات، طلع القصيدة وتحكوا وياها وتشوفوني. لا وعلى اساس تواسي لحسين ولازقه اضافه ومتمكيجه عبالك رايحه الحفله، وكاشخه الكشخه المفضله عندها. هو كله مجرد رياء، شهره ولايكات. يعني هسه انت راح تجي تقول لي شنو رياء ومدري شنو؟ شرفك مقتنع هسه انت بهاي اللي يسوي بنين؟ حسين عليه الصلوات والسلام مو محتوى للملطلطين وياه اللي اجى سوى روحه من اهل الحسين. فهاي السوالف ترى لعبتوا نفسنا، وخاصه انت بنين. هذاك اليوم مدري يا سيد حكى عليك وما قبلتي قمتي تتراجفين. شنو يما كل اللي اجى حاط من صيص وما لقى حوار او ماده او شيء جديد، قنبله او يسقط واحد او يذم غير بنين. زين هذا المجتمع كله، هذا العراق ايش كبره بس بنين الموسوي لهالدرجه؟ اي والله ظلم. والله انا اكثر انسانه مظلومه بهالبلد، من المجتمع ومن الاعلام ومن المشاهير اصدقائي، ودور حتى من خطا. بنين حضرت جنابها ما قابله، والله شنو اكو هواي نماذج فاشله غيرها. يعني تدرين بنفسك فاشله، انت ما ضايجه لان انت مثلا جاي يحجون عليك، لا ضايجه لان اكو فاشلين غيرك ما ذكروهم. يا عيني لا تضوجين، انا راح احكي عليهم واحكي عليك همين، من هاي العين قبل هاي العين. ولا ننسى القنوات الفاشله اللي سوت لها قيمه بالسوشيال ميديا واستضافوها عبالك فد شغله. واحد من المذيعين التقى وياها وسالها فد سؤال، انت ايش عجب لابسه حجاب؟ يعني شنو عجب؟ شنو شايف بيبيات وخالات مفرعات؟ لا ما قلت هيك، يعني انا سمعت هسه بالاعلام. لا مو كلامك مستفز، ايش عجب؟ يعني انا شنو عاهره؟ لا حشاش، انا ما قلت هيك. يعني سباق البرامج قاعد تشوفين والقنوات والمسرحيات يعني يطلبون كاريزما. يعني من هالعقلية هاي وقيس من سألها على سبب لبسها الحجاب وعدم خلعه، فجأة قبت علي وبكل صلافة تقول لي انه شفت عماتي وخالاتي نازعات الحجاب لابسات حجاب. فوق هذا قامت تتراجف على المذيع لين سألها السؤال، وعلى اساس خدش احساسها. شنو تسمينه مثلا؟ الحجاب بريء من هيك رعبال، واقرب مثال على اهانتش للحجاب انا كذا بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل هذا الفرح كله والرقص بس لأن محمد رمضان باس إيدها. بس بهذا الفيديو بنين إلها رأي مختلف شوية. حديد وهشام الراس تملي لعين وابني الرجال. اوكي بنين انسانه ما تحب واحد يوقف بصفها، تستحرم. زين وبالنسبه لمحمد رمضان لما انتشر لها هذا الفيديو، لما وقفت بصف اخو تارا فارس وبعدت عنه كلها قامت واو يا بنين. زين بالنسبه لفيديو محمد رمضان شنو موقفه؟ وبنين تخبطت ما شارت هالقاع، سوت لها فيديو انه شلون باسها محمد رمضان واو. شنو حاطه حنه على الخير وعلى البركه بس ايد وحده. لا حنه، هاي محمد رمضان باسها فلازم ما حد يلوحها. وشنو يعني؟ مالي عزيز يعني بعد لو هذا اللي طلعت لها ويا فتره تصور ما ادري منو اصلا. ما ادري هنا بنين داخله حاله عشق ما ادري ايه، وغرد يطير بهالخبر. ورا فتره صورت ويا واحد جديد عادي مو مشكله. ما كملت التصوير ويذول المدرمين وطردتهم من قناتها، ما ادري انبلعوا ومدري وين راحوا. ارادت عطل اعلاني جديد فراحت صورت ويا محمد ابو غطا. عطل حكيت عنه سابقا بقناتي، صراحه كانت عندي نظره مستقبليه له والحمد لله ما كنت غلطانه. وبنين طول فتره لقاءاتها ويا العطلات بقت تصعد بثوث، يعني عملين مستمرين في وقت واحد. توقعون ويا منو؟ اي نعم ويا عطلات حكيت عليهم مثل حسحس ومدري منو. ويا حسرتي بنين ما مخليه عطل ما تافله بداره. ماكو عطل ما يعتب عليها، كلها مصوره وياها حرفيا، حتى عنود
الاسمر لها زايرتها عبالك ما ادري ايش تحس. تعمدت تبهذل نفسها بالكلام، عود على اساس عفويه، وعود على اساس ما تعرف تحكي، واوه يا بنين انت ما تعرفين خطيه، وتصير رياكشن وترند. حتى تجميل سوته وخبصتنا خبص. وقناه هنا بغداد مكيفين خطيه جايبينها مسوينها اعلاميه، مطلعينها بالشارع تسال بالعالم على اساس عود. والعديد من القنوات العراقيه الهابطه هم استضافت بنين ويقولوا لها الفنانه بنين الموسوي. يا حسرتي على عشيره الموسوي، ما ادري الله ايش بلاهم وخلاهم بنين من عشيرتهم، زقت اسمهم بكل مكان حرفيا. حسسيني انه بنين مسويت لها فد انجاز. بس اريد افتهم من الغبي اللي يتوقع انه العالم راح تشوف لقاء بنين الموسوي اللي ساعه مدري ساعه ونص. بنين السولف بي عن رحلتها شلون صارت مشهوره بالغلط. أنا فيديو دقيقة ما أتحمل أشوفه، أنا لو بشوف له لقاء. أنا هذا الفيديو سويته وبالقوة متحملة صراحة، يعني مغثة فول. وليش أنا فارغة لهالدرجة حتى أتابعها؟ والله العظيم عقليات مريضة. وهنا شوية نزلت الشهرة مالتها البنين حتى تجذب فئة معينة من الناس. فأنا من بقيت من يوم راسي أفتخر حرز وسند، ويطردون كل شيطان عني وكل شرير، فهذول أكبر حرز إلي، وهم اللي يجيبوا لي الرزق، وهم اللي يعينوني وينتقمون من كل واحد يأذيني ويريد لي الشر ويكيد لي. وأني من طفولتي لحد الآن بدون تملق وبدون إعلان تربيت على هسه شنو محاولة على السيد الصدر الله يرحمه؟ أنا أريد أفهم السيد الصدر الله يرحمه، شنو راح تستفادين لو حطيتي صورتك وأنت نايمة بصفة؟ الله عز وجل هو الحامي الوحيد، لا وتقول عندي إثباتات أنا من زمان صدرية وما أدري شنو. أوكي وطلعتي صدرية وشنو؟ شعلي يبيك أني؟ فتردين تجذبين فئة معينة بعد ما نزل التفاعل مالتك. لا إله إلا الله. وبعض الناس مطوعينها على الشهرة، برأيكم ليش؟ عافية، لأن بنين لابسة حجاب. شفت تعليقات كاتبين واو بنين تستاهل خلوها براحتها، عادي بنين تحكي سخافات وتمثلت ويسوون يمها إعلانات. ليش؟ لأن محجبة وما ذاب بالحجاب. ليش بلا زحمة هي محجبة؟ بلا زحمة عليك، يعني تعب لنفسك وبحث لي عن شروط الحجاب. وبعدين هذا مو سبب لتكريمها، حتى وإن كانت لابسة الحجاب عدل فهو واجب عليها. وقت صارت الواجبات اللي علينا من قبل الله عز وجل نتكرم عليها مثلا ونشتهر من وراها، هذا يعتبر رياء. ترى بنين ما مخليه شيء ما مصوره بيه، مخليه ولا اغنيه تعتب عليها، مصوره على اغنيه هنديه وعربيه لطم موالد، تريد تجذب كل الفئات. فوتوا يا مو فوتوا لا تخجلوا. شريفه الطمي وأعاند إذا وضعي اختلف. بجيبك أوراق نتخيل اشوف هيك السخافات. ونكست ليفل مسوي لها فد استقبال، محسسيني انه بنين المسوي هي انجلينا جولي ومثلت لها بمدري فيلم ومسويه انجازات عظيمه، واقفين لها 20 مصور مدري ايش قد ياخذوا لها صور. يعني هاي الصور اللي اخذتوها وين راح تنشرونها مثلا؟ وين؟ يا هل راح يشوفها؟ منو مهتم بيا مجله؟ هي خطيه هم عايشه الدور، بالك انه هي واو. استغفر الله رب العظيم واتوب اليك، يا رب لا تحسبها غيبه، لان اصلا ما جاي احكي من وراها، جاي احكي وانشره وما جاي اسب يعني. هنا حابين نوجه البنين رسالة. بنين حبيبتي اسمعي، هنشر هذا الفيديو على تيك توك. أنا قايلة من قبل إنه ما راح نشر الفيديوهات كاملة على تيك توك، بس على اليوتيوب، بس راح نشره عسى وأن يوصلها الفيديو تفتهم. رسالتي إلك، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هنا راح ناخذ رأي أخوي عن بنين الموسوي. يلا أخوي فيكتور طبعا اعطينا رأيك. رأيي إنه بنين الموسوي خلت تعزل كل قناته وتعتزل من السوشيال ميديا نهائيا. شكرا جزيلا على رأيك أخوي العزيز. هالمرة أخوي راح يوصيكم على حسابي بالإنستا. لا تنسون تتابعون فيكتوريا على حساب الإنستغرام وحساب التيك توك واليوتيوب، لأن محتواها مفيد وينصح بعض المتابعين ويعزلهم عن الأشياء السيئة. شكرا جزيلا، هذا رأي أخوي بمحتواي. مع السلامة، ولا تنسون تتابعوني على انستا مرة ثانية.